اخويا الاهلاوي الحزين من امبارح، تعالى اقول لك على كام حاجه هي سبب خساره الاهلي امبارح من فلامينجو بنتيجه 4-2. واول حاجه كده ما حدش يقول لي كولر، لان كولر ادار المباراه وادار كاس العالم وكل المباريات السابقه بنتيجه 100% بدون اي اخطاء تماما. المشكله هنا في اللعيبه نفسها وفي اداره الاهلي كمان مشاركه في الهزيمه دي. اللعيبه اللي زي مثلا محمد شريف، اللعيبه اللي زي ديانج، واللعيبه اللي زي علي معلول. محمد شريف اللي بقى عنده ثقة ان مفيش حد اصلا في الفريق غيره كمهاجم، ودلوقتي بقى مفيش بديل ليه على الدكة تماما. ديانج اللي بقى عنده ثقة ان مفيش بديل ليه في وسط الملعب، موجود على الدكة وهو حافظ مكانه ومفيش بديل ليه تماما. علي معلول اللي شايف نفسه هو رقم 1 في الفريق، وايا كان الاداء بتاعه هو موجود اساسي في الفرقة وفي التشكيلة. ودول اكتر لعيبة شفنا منهم اداء سيء جدا في الماتش اصلا كله. احنا محتاجين من ادارة الاهلي انها توفر بدلة للناس دي عشان تشوف روح المقارنة وروح المنافسه ما بينهم عشان يأدوا فعلا في الملعب. اداره الاهلي مشاركه طبعا في الهزيمه ديت بانها ما وفرتش مهاجم يكون فروت ويكون حاجه جامده تليق بالنادي الاهلي زي ما طلب كولر، وده مطلب بقاله اكتر من سنه اصلا في الاهلي. وفي الاخير احنا كجمهور الاهلي دايما ورا فرقتنا وبندعم لاعيبتنا، بس احنا عايزين اداره الاهلي انها تلبي مطالبنا وتوفر لنا الحاجات الاساسيه في الفريق.